المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها بالعناوين. إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. تقييم أنشطة المرأة في الإقليم الجنوبي. نجاح التطعيم بسرطان عنق الرحم في إقليم عنسبة. قمة دول غرب إفريقيا تقرر تشكيل قوة إقليمية للتدخل ضد الانقلابات. إسرائيل تشن غارات جوية على غزة بعد استهدافها بصاروخ من القطاع. إضراب المراقبين يلقي 60% من رحلات القطارات في فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله. أحيت البلاد 3 من ديسمبر اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة بارنتو تحت شعار العمل لبناء المعاقين ونمو مستدام. وألقى المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد محرتاف الساهية في المناسبة التي شهدت فقرات فنية وثقافية عكست المناسبة ومضمونها، ألقى كلمة أوضح فيها أن نسبة الإعاقة تصل ل 10% على مستوى العالم وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة، فيما تبلغ نسبة 7% على مستوى البلاد، مشيرا إلى أن رعاية المعاقين تجري بالتركيز على قاعدة جماهيرية موروثة من القيم المجتمعية الإريترية الحميدة، مشيرا إلى بعض المفاهيم الخاطئة والعادات البالية. وذكر تنفيذ برامج تأهيلية وتنموية أهلية لبناء وتنمية المعاقين، داعيا لتعزيز وتضافر الجهود للعناية بهم. وقال نائب مسؤول الأطفال بمنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في إريتريا السيد سامويل إن الإعاقة ينظر إليها باختلاف أشكال أعضاء الجسم والإضرار بالعمالة والإنتاجية للأشخاص المعاقين، ويجب العمل لتغيير هذه المفاهيم، منوها إلى أنه يجب على كافة الأفراد والمحاور خلق بيئة مناسبة تسهم في إتاحة فرص عمل للمعاقين وجعلهم مؤثرين إيجابا على محيطهم. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم الكاشبركة السيد فرانكو كوبابا إن مؤسسات الخدمات الاجتماعية المنشأة والتي قيد الإنشاء تمنح المعاقين الاهتمام الأكبر وتؤمن مصالحهم، مشيرا إلى أن العمل لتقليل مشاكل الجهات المعاقة مسألة لا تترك لجهات معينة. شارك في المناسبة كبار المسؤولين يتقدمهم وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول جبراب، وحاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا تسفى ميكائيل، وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الكاشبركة السفير محمود علي جبرة. قيم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي أنشطته لعام 2022 في اجتماع عقده في مدينة مندفرة يومي الأول والثاني من ديسمبر، ووضع خطة عمل لعام 2023. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة سنايت أفورقي في التقرير الذي قدمته منح أولوية في العمل لتقوية التأطير ورفع الوعي وتنمية القدرات واستفادة المرأة من خدمات التعليم والصحة. وذكرت تنفيذ أعمال مشجعة بالتعاون مع الشركاء لمكافحة العادات الضارة، مؤكدة بالرغم من انخفاض كبير في زواج القاصرات عن العام الماضي فإنه يتطلب بذل مزيد من الجهود لرفع الوعي المجتمعي. وشرحت برامج العام القادم. وبحث الاجتماع التقرير المقدم وقدم آراء تثري خطة عمل 2023. وذكر حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفازيان في ختام الاجتماع الدور المشهود للمرأة الإريترية في جميع المجالات، داعيا لتعلم المرأة وتعليم أبنائها للسير قدما في الاعتماد على ذاتها اقتصاديا. أفاد مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة نجاح الجولة الأولى من حملة تطعيم ضد سرطان عنق الرحم المنفذة من 21 وحتى 25 من نوفمبر الماضي في الإقليم بفضل أنشطة التوعية والاستعدادات المسبقة. وأوضح منسق برامج التطعيم في المكتب السيد سامييل تسفالول لوكالة الأنباء الإريترية تطعيم حوالي 30,000 فتاة من عمر 9 وحتى 14 في جميع المدارس وإدارات الضواحي،
وقال إن وجود من 70 إلى 75% من الفتيات في المدارس وإكمال التجهيزات لتقديم التطعيم للأخريات غير المتواجدات في الدراسة كان له دور كبير في نجاح الحملة. وذكر ظهور تأخير في بعض الأماكن بسبب النقص في المعلومات، واتخذت الخطوات العاجلة لتصحيحه. وأشار إلى تنظيم الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم بعد 6 أشهر في شهر مايو من عام 2023، وسيتم فيها تطعيم المطعمات الحاليات لمزيد من فعالية التطعيم. وأوضح أن تطعيم سرطان عنق الرحم سيجري بعد الجولتين الحاليتين كتطعيم منتظم ومتواصل. دعا أخصائي النساء والولادة الدكتور هبته هيل ملكوت الحوامل القيام بالمتابعة المستمرة لأوضاعهن الصحية توخيا من مصاعب الولادة، وأشار إلى ولادة 2056 حاملا في مستشفى مندفر المرجعي في الأشهر 11 الماضية، 23% منهن بالعمليات الجراحية، إضافة إلى 148 عملية جراحية مرتبطة بالرحم. من جانبه أوضح المدير الطبي لمستشفى مندفر المرجعي الدكتور يوناس كفلماريام إدخال المعدات الطبية الحديثة لخدمات قبل وبعد الولادة، موضحا بأن عدد الولادة للقادمات من جميع مديريات الإقليم الجنوبي تزداد سنويا من 15 إلى 20%. وقال إن الولادة في المنزل خاصة للبكر له أضرار صحية كبيرة، داعيا المجتمع عامة ورجال الدين خاصة. وناشد الدكتور يوناس لمواصلة أنشطة التوعية لوضع حد لزواج القاصرات وختان الإناث، كونه السبب الرئيسي لعسر الولادة ومصاعب الناسور. نظم قسم الخدمات الرقابية في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية في عصب ل60 شخصا حول الضمان الغذائي والحجر النباتي والحيواني من الفترة من 29 من نوفمبر وحتى 3 من ديسمبر. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في افتتاح الدورة التدريبية إن الحجر يرتبط مباشرة بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن، موضحا أهمية الدورة التدريبية لمتاخمة الإقليم ل3 دول بحرا وبرا. وقدم مسؤول خدمات الرقابة الإقليمية في الإقليم السيد سامي الأسملاش توضيحا بشأن أضرار تلوث الغذاء والحذر الواجب توخيه في إنتاج المزارعين ومتاجر بيع اللحوم والمطاعم، ودور الجهات الرقابية وأوضاع صحة العمال لسلامة الغذاء وتأثير اللحوم ومشتقات اللحوم والألبان، والقوانين والتعليمات الصادرة لسلامة الغذاء، داعيا العمل الجاد لإنتاج منتج يحافظ على معايير الجودة والسلامة من جهة، واستئصال الأضرار الجانبية والتلوث من جهة أخرى. من جانبها أوضح مسؤول وحدة رقابة الثروة النباتية السيد ألكسندر برهاني أهداف الحجر النباتي والحيواني وأهمية الحجر من منظار الاقتصاد وتأثير المواصلات على الحجر وسلامة صحة الحيوان وتأثير الأمراض المنتقلة عبر الحدود، ومحتوى مرسوم الحجر رقم 156 لعام 2006. وأكد المشاركون في الدورة التدريبية على العمل لتنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. قرر زعماء دول في غرب إفريقيا تشكيل قوة لحفظ السلام للتدخل ليس فقط ضد الجهاديين وإنما أيضا من أجل المساعدة في استعادة الأمن والنظام الدستوري في دول المنطقة التي شهدت عدة انقلابات خلال العامين الماضيين. وخطت منطقة غرب وسط إفريقيا خطوات واسعة خلال العقد الماضي بهدف التخلص من وصمها باسم حزام الانقلابات، لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة بإيكواس تريد أن تفعل المزيد لتعزيز الحكم الدستوري في الدول الأعضاء بها. وأمهل قادة الدول الأعضاء في إيكواس أو ممثلوهم أيضا المجلس العسكري الحاكم في مالي حتى الأول من يناير للإفراج عن 46 جنديا من ساحل العاج أسرهم منذ يوليو تحت طائلة التعرض لعقوبات، كما قال عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس. وأضاف الدبلوماسي من غرب إفريقيا أن رئيس توغو فورا جينيسينغوي الذي يقوم بمساع حميدة بين مالي وساحل العاج في هذه الأزمة سيتوجه إلى مالي للمطالبة بالإفراج عن الجنود.
أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أن طائرتها شنت هجوما على مواقع لحركة حماس الإسلامية في غزة بعدما أطلق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل، وسقط هذا الصاروخ في منطقة غير مأهولة جنوب إسرائيل من دون أن يتسبب في إصابات أو أضرار وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. وأضاف في بيان ردا على إطلاق قذيفة صاروخية نحو إسرائيل من قطاع غزة استهدفت طائرات حربية إسرائيلية ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية تشكل موقعا مركزيا لإنتاج معظم القذائف الصاروخية للحركة على حد تعبير البيان. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ على الفور، لكن حركة الجهاد الإسلامي إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة هددت إسرائيل بالانتقام بعد اغتيال 2 من قياديها في جنين. لا تزال حركة القطارات في فرنسا تشهد اضطرابا كبيرا بسبب إضراب للمراقبين أجبر الشركة الوطنية لسكك الحديد على إلغاء 60% من رحلاتها. وعلى غرار اليوم السابق تم تسيير 4 رحلات فقط من أصل 10 على شبكة القطارات السريعة والشبكة بين المناطق، حسب ما أكد متحدث باسم الشركة الوطنية لسكك الحديد لوكالة فرانس بريس. وأعلنت إدارة الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد SNCF أن اجتماعات جديدة ستعقد الأسبوع المقبل مع النقابات العمالية والمراقبين الذين يطالبون باعتراف أفضل. وقدمت العديد من النقابات التي دعمت الحركة اختارات بإضرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة من أجل الضغط على الشركة الوطنية لسكك الحديد. أفاد تلفزيون الصين المركزي أن 3 رواد فضاء صينيين هبطوا على الأرض على متن كبسولة العودة لسفينة الفضاء شينتسو 14، ما ينهي مهمة استمرت ل6 أشهر في محطة الفضاء الصينية. وكان رواد الفضاء ال3 القائد تشين دونغ والرائدة ليو يانغ وزميلها ساي شيو يشرفون على الفترة النهائية المحورية من تشييد محطة الفضاء التي اكتملت في نوفمبر. وقال الرواد جميعا في تسجيل صوتي أذاعه تلفزيون الصين المركزي أنهم يشعرون أنهم بخير بعد الهبوط. وأفاد التلفزيون بأن الكبسولة هبطت في موقع هبوط دونغ فينغ في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمال الصين. وأعلن موظفون بوكالة الفضاء أن المهمة بأكملها التي بدأت في 5 من يونيو نجحت نجاحا تاما. أختم هذه النشرة بتذكير بالعناوين. إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. تقييم أنشطة المرأة في الإقليم الجنوبي. نجاح تطعيم سرطان عنق الرحم في إقليم عنسبة. قمة دول غرب إفريقيا تقرر تشكيل قوة إقليمية للتدخل ضد الانقلابات. إسرائيل تشن غارات جوية على غزة بعد استهدافها بصاروخ من القطاع. إضراب المراقبين يلغي 60% من رحلات القطارات في فرنسا. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله.